السلام عليكم. كل ما أتمناه الآن أن تجد هذه السطور التي اقتطعتها من كتاب ولاد الوسخة أو ولاد المتسخة صدى لدي حضراتكم، فلا تدفعك فقط الاستماع لها، بل وتجعلك تتأمل طويلا في الواقع المرير الذي نعيشه الآن مع بعض الأشخاص. ولاد الوسخة يجب محاربة أفكارهم، والشخص الذي لا يمتلك الخبرة الكافية نلحق نوعيه قبل ما يقع. مكافحة ولاد الوسخة مش مكان للأباحية خالص، وما فيش ألفاظ وشتيمة. المفروض نتكلم ونساعد في حل مشاكلنا مع هذه الفئات المتسخة. إلا غرق المجتمع من حوالينا، لا بد أن نكشف الأساليب والخدع والتناقض الذي يمارسه البعض في مجتمعنا، وهذا سر تسمية الكتاب. معظم الصدمات اللي نتعرض لها في حياتنا سببها مش أشخاص بعينهم، لكن سببها الأساسي التصور المثالي والاعتقاد أن الناس كلها شبهك، وسوف تتعامل بالمثل، وسوف تضعك في نفس المكانة اللي حطيتهم فيها. فدائما فاوق نفسك، وقول لها لا ألوم أحدهم حين خذلني، أنا الملام على حسن الرجاء فيها. وإلى حضراتكم بعض من مقتطفات هذا الكتاب، ومع التحفظ الشخصي على اللفظ، بالرغم من أن كلمة وسخ مدرجة في معاجم اللغة العربية بمعنى قذر أو غير نظيف، فممكن نطلق لفظ آخر وهو المتسخة. عموما الشخصية الوسخة مش عارف أنه وسخ، لأن الوساخة ترسخت فيه لدرجة أن عنده يقين وعقيدة إن هي دي طبيعة البشر العادية، فهو وسخ من غير ما يفكر، وسخ بالفطرة، وسخ طبيعي. وهذا يجرنا لحاجتين: الجزء الأول أنه لا ينفع معه عتاب، لأنه أصلا مش عارف حضرتك بتعاتبه على إيه. عنده لا مبالاة. يا أستاذ أنت مخادع. لا طبعا، هو شايف أنه في العادي جدا. حضرتك اللي بتبالغ وبتحب الدراما. الجزء الثاني إنه مش حاسس بالذنب أصلا، وبالتالي لا تتوقع منه توبة أبدا، لأن من وجهة نظره إنه لا يعمل حاجة غلط. الشخص الوسخ متصالح جدا مع نفسه، هادئ جدا، عنده القدرة أن يعتصر قلبك بقبضة بارد دون أن يطرف له رمش، وعنده القدرة أيضا أن يطعنك في ظهرك ويأكل لحمك ويضحك في وجهك وهو يسأل هو في إيه؟ على فكرة الشخص الوسخ يحب أن يتشتم، بمعنى يحب أنك تبهدله وتسبه وتلعنه وأنت بتواجهه بوساخته، لأنه فضلا عن عدم إحساسه بالذنب، فهو كمان في هذه اللحظة يتخيل أنك ظالمة. الشخصية الوسخة يبقى شديد الحرص أن يحافظ على الأشخاص السذج حولي علشان متعته، أنه يمارس وساخته على ناس مش فاهمة أصلا أنه وسخ، وبالتالي بيرسخ عنده إحساسه الطبيعي أنه ليس وسخ فعلا. والدليل على ذلك الناس الجميلة بين قوسين الساذجة إلا ملمومة حولي. لكن أوسخ أنواع هذه الشخصيات الوسخة هو الشخصية الوسخة الغلبانة، وللأسف سوف تكتشف أنه شخصية وسخة إلا بعدما تعاشره وقت طويل، وللأسف أيضا إنك ممكن تضيع عمرك معه، وتكتشف في الآخر أن عمرك راح هدر مع شخصية وسخة. فأنا لا أكتفي بكلامي على أنك تعرف أن صاحب هذه الشخصية هو بس، إلا بيكذب عليك أو بيخونك أو بيغدر بك وتبقى عارفه، إنما الهدف أنك تعرف هؤلاء اللي في حياتك ممكن جدا، وبالتالي لم يكونوا ظاهرين حتى الآن، وغالبا هؤلاء الأشخاص بنقابلها كتير، والأغلبية ذكور وليسوا رجال، لأن لفظ رجل مش أي حد يستحقه، لأن مفهوم الرجولة الحقيقي الالتزام بالصلاة، الصدق، الأمانة، الغيرة على أعراض المسلمين، كما يغار على عرضه، احترام الناس ووضع حدود في العلاقات،
الدفاع عن الوطن إذا تطلبت الحاجة. السلام عليكم.